أثارت الفنانة السورية كندا حنا الجدل مجدداً بعد تعليق نشرته عبر إنستغرام قالت فيه: الإهانة من شخص بلا مبدأ لا تهزني، وذلك عقب تصريحات الفنان سامر المصري حول استبعادها من مسلسل النويلاتي المقرر عرضه في رمضان 2029. وجاءت تصريحات كندت في سياق ردها على تصريحات الفنان سامر المصري الأخيرة بشأن استبعادها من مسلسل النويلاتي، حيث قال إنه لا يعرف من هي كندا حنة وأنه التقاها للمرة الأولى في موقع التصوير. وعن قرار استبعادها أعلن المصري أن القرار كان إنتاجياً بحتاً لعدم ملائمتها للدور من وجهة نظر فريق العمل والشركة المنتجة جولدن لاين. سامر المصري أوضح أنه لا يعرف كندا مسبقاً، وأن قرار استبعادها كان إنتاجياً بحتاً لعدم ملائمتها للدور وفق رؤية الشركة المنتجة، نافياً أي خلاف شخصي. كندا كانت قد صرحت في مقابلة سابقة أن استبعادها جاء بطلب من سامر المصري بعد يوم واحد من بدء التصوير، وأنه تم استبدالها بإعلامية بلا خبرة في التمثيل، مشيرة إلى أنها لجأت لنقيب الفنانين مازن الناطور الذي أبدى تعاطفه معها. النويلاتي من تأليف عثمان جحا وإخراج يزن شربتجي، وبطولة سامر المصري وديما غاندلفت ونادين تحسين بيك وفادي صبيح وغيرهم.